مرسيدس اي ام جي اس ال 55، عربية هتفهمك اكتر من مراتك. تعالوا نستعرض العربية دي ونشوف فيها ايه. من المفتاح تقدر تفتح سقف العربية من غير ما تدخل جواها وقبل ما تشغلها. العربية بتعمل لك إضاءة جانبية ترحيبية عشان خايفة عليك لو في مطر على الأرض أو حاجة ممكن تأذيك. لما بتفتح العربية المقابض المخفية بتظهر، وكمان بيكون فيها إضاءة عشان تظهر حتى لو الدنيا ضلمة. خلونا ندخل من جوه ونشوفها عاملة ازاي. الشاشات في كل مكان، العدادات عبارة عن شاشات، ومن عجلة القيادة تقدر تتحكم في أنظمة القيادة بتاعتك. الأمبيانت لايت أو الإضاءة المحيطة موجودة في كل مكان، في الأبواب والتابلو وحتى فتحات التكييف. لو زاوية الشاشة مش عاجباك أو مش مريحة ليك تقدر تغير زاوية الشاشة عادي جدا، بحيث إنها تبقى واضحة ومريحة بالنسبة لك في الرؤية. لما بتزود حرارة التكييف فتحات التكييف بتنور بالأحمر، ولما بتقلل الحرارة بتبقى بالأزرق عشان تديك إحساس بالبرودة. لو مراتك كانت بعتك تجيب حاجات من السوق والحاجات حطيتها في الكرسي اللي جنبك، الجزء ده بيبقى معتم، بس بمجرد ما بتمد إيدك عشان تاخد الحاجة دي الجزء ده بينور، وبعد ما تاخد الحاجة بتاعتك يرجع يطفي تاني. الكاميرا 360 بتاعتها عبارة عن درون مصغر، بتقدر تشوف بيه العربية من 360 درجة، وحتى المباني اللي حوالين العربية تقدر تشوفها بكل وضوح، حتى ان انت ممكن تعمل زوم على العربية وتشوف ادق التفاصيل بتاعتها. بالنسبة لوضعية الكرسي الكهربائي مش محتاج ان انت تظبطها بنفسك، ممكن العربية تعدل لك الكرسي بطريقة اوتوماتيك. مجرد ما انت تخش على قائمة كومفورت وتبتدي تدخل الطول بتاعك، العربية بتعرف ايه الوضعية المناسبة للكراسي وبتظبطها لك اوتوماتيك. اخيرا بعد ما بتخرج من العربية وبتقفلها بتعمل لك اضاءة ترحيبية على الطريق. الكشافات الامامية بتشتغل زي بروجيكتور وبتعمل لك عرض سينمائي على الطريق. يا ترى هل في حد في حياتك فاهمك قد العربية دي؟